مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص حبايب قلبي، النهارده هنعمل مع بعض شوربه خضار. بس للاسف انا يعني طلعت الخضار، جيت ادور ما لقيتش بسله. كنت فاكره ان انا عندي بسله في الفريزر بس ما لقيتش. بس هي بيتحط عليها بسله عادي. ممكن نستغنى عن اي نوع عن اي صنف من الاصناف دي، وممكن نضيف اي صنف احنا عايزينه برضو. ممكن نحط فيها قرنبيط، ممكن نحط فيها بروكلي، اي حاجه تنفع. خلاص. انا عندي هنا كوسه، وعندي بطاطس، وعندي فاصوليا خضراء، وعندي جزر، وعندي طماطم وبصل، ودوت كرفس. للناس اللي بتعملها، في ناس كتير ما بتعملهاش بالكرفس، بس الكرفس بيديها قيمه غذائيه عاليه جدا، وبيديها طعم حلو جدا 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 بجد. للناس اللي ما بتحبش الكرفس تجربه، تحفه بجد تحفه. بص يا حبايب قلبي، انا عندي كده اهوت. انا بس حبيت اخلي الخضار مفرط كده عشان اوريكم. انا عندي الجزر اهو، جيب اهو، عندي جزر، وعندي الفاصوليا الخضراء، هنزل عليهم كده على بعض. خلاص. وعندي الكوسه. هو كل الخضار بياخد سوا واحد، يعني ما فيش حاجه بتستوي قبل حاجه. خلاص. وعندي البطاطس بتاعتي، هقلبهم بقى كده مع بعض كلهم اهو. خلاص. هما ناقصهم بس شويه البسله، مفيش بسله ما نقفش على حاجه كده. خلاص. طبعا شايفين الشكل الجمالي اللي انا مقطعه بيه الخضار بالقطاعه اللي هي بتاعه المخلل ديت اهي. نقطع بيها البطاطس، شايفين مديه شكل حلو ازاي. الجزر، الحاجات اللي بتتقطع بالسكينه دي بيبقى شكلها حلو في الاكل. خلاص. عندي انا بقى شوربه اهوت سخنه، هحطها برضو تاخد غلوه على النار، وبعدين انزل بالخضار بتاعي دوت عليها. بص يا حبايب قلبي، الشوربه غليت اهي. هنزل بالبصل بتاعي كده اهو، والطماطم. خلاص. هي الشوربه دي بتاعت فراخ وفيها بصل، بس انا بحب احط بصل قطع برضو، بيديها ايه، قيمه غذائيه عاليه برضو. خلاص. نزلت بالبصل بتاعي اهو والطماطم. بعد كده هنزل بالخضار بتاعي، والكرفس دوت في الاخر خالص. بسم الله اهو. هسيبها بقى تستوي، اوريكم شكلها بعد ايه ما استوت. هننزل بالكرفس ده في الاخر بعد ما نقفل النار عليها. ننزل بالكرفس، نظبط بقى الملح بتاعنا. هي ملحها كده مظبوط كويس، مش عايزه ملح. اول ما تستوي هوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا حبايب قلبي، كده عندي الشوربه خلاص اهي استوت. الخضار بتاعي استوى اهوت. بصوا اهو. هنزل بقى بالكرفس بتاعي، انا قفلت عليها اهو، شلتها من على النار. هنزل بالكرفس بتاعي كده، انا مقطعاه. اللي مش بيحب طعم الكرفس ممكن يحط العيدان زي ما هي كده، يحط عودين وبعد كده يشيلهم يا دوبك بس ياخدوا طعم. بس احنا بنحب طعمه، وهو الكرفس بصراحة يعني هو اللي بيخلي شوربة الخضار حلوة اصلا. خلاص. كده اهو اهو يا حبايب قلبي، ده شكل الكرفس بتاعي اهو. اللي مش عايز اللي مش بيحب ياكله ممكن يحط عودين كده، ينزلهم في الشوربه وايه، وهو بيغرف بيتلاشاهم طبعا. خلاص. انما اللي بيحب الكرفس وهو مفيد جدا جدا جدا. خلاص اهو. ده كده الشوربه بتاعتي جاهزه اهي. خلاص. هعرف بقى الطبق بتاعي واوريكم منظرها عامل ازاي. بصوا حبايب قلبي، ده شكل الطبق شوربه الخضار بتاعتنا. شايفين الجمال؟ شايفين رايق وعامل ازاي؟ يلا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. واتمنى يا رب ان انا اكون ضيفه خفيفه عليكم. واتمنى ان انا اكون بقدر افيدكم فعلا. يلا يا حبايب قلبي، انتظروني فيديو جديد باذن الله. ويلا اسيبكم، دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.